ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهارده مع بعض الدرس الثالث. احنا خلصنا الدرس الاول والتاني ونزلنا الهوم ورك بتاعهم ونزلنا الكويز بتاعهم، وان شاء الله تكونوا انتوا خلصتوهم وحليتوا الكويز بتاعهم كمان. هنشتغل النهارده في الدرس الثالث، وده اخر درس عندي في يونت 1، وبيكلمني على جزء من الدرس اللي فات، يعني كله مكمل بعضه زي ما بيقولوا. النهارده الدرس بتاعتي بيكلمني على الانديكيتورز. يعني انديكيتورز يعني كواشف، يعني كواشف هنفهم مع بعض بالتفصيل. الدرس جميل وبجد حلو قوي ومش هتملوا منه. فضيلي دماغك بقى ويلا عشان نشتغل. بس اهم حاجه يكون معاك البي دي اف، وهتلاقيه زي ما قلت لك على المنصه. هات البي دي اف وصور وتابع معايا في كل الاسئله دي عشان نخلص وتذاكر وتعمل هوم ورك، يبقى انت خلصت كل اللي عليك. يلا بينا نشوف الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن ايه. طيب درس النهارده بيكلمني على الكيميكال انديكيتورز، يعني الكواشف. يعني ايه الكواشف؟ قال لك يعني الماده اللي بستخدمها عشان افرق ما بين الماتيريالز وبعضها. انا مش عارفه الماتيريال دي فبستخدمها عشان بتديني مؤشر معين، فانا بعرف ازاي. هنفهم دلوقتي. قال لك زي مثلا انا عندي سكر. السكر ده انا جبته حطيت عليه ماده اسمها السلفوريك اسيد، دي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. قال لك السلفوريك اسيد لما اتفاعل مع شجر اتحول، حصل له حاجه اسمها تشيرد، وحصل له بيرنت، اتحرق وتحول للون الاسود. قال لك عشان كده ده forbidden، من المخاطر او dangerous to taste او touch او smell anything في اللابوراتوري. لازم ده من الخطر جدا ان انت تشم او تستخدم او تعرف اي حاجه في اللابوراتوري من غير ما يكون معاك جايد. طب ليه؟ قال لي عشان في بعض منها حاجات بتسبب بيرنينج، حروق، زي الاسيدز. وعندك الالكالي بيسبب حاجه اسمها كوستيك. كوستيك يعني ايه؟ قال لي كوستيك دي يعني مواد كاويه بتكوي زي ميه النار كده. طيب قال لك وعشان كده ان ده من الخطر جدا ان احنا نستخدمه اهي. قال لك ده forbidden ان انا تيست او سميل او تاتش اي كيميكال سبستانس في اللابوراتوري من غير اي بيرميشن. ليه؟ عشان انا عندي some acids are burning and some alkali are caustic. قال لك وعشان كده عشان افرق ما بين الديفرنت ماتيريال وبعضها بستخدم حاجه اسمها انديكيتور. والانديكيتور دي عباره عن كيميكال سبستانس بستخدمها عشان افرق لي ما بين الديفرنت ماتيريال زي الاسيد والايه والالكالي والنيوترال ماتيريال. قال لك عشان بتديني ديفينيت كلر، مع كل واحد من دول بتديني كلر معين. زي الليتمس سترايب اللي استخدمناه المره اللي فاتت، كنا بنقول في الالكالي لما حطيت الريد ليتمس سترايب في الالكالي قال لك اتحول لونه من الريد للبلو. اما لما حطيت البلو سترايب ده في الاسد قال لي لا، ده اتحول لونه من البلو للريد. وعشان كده عرفني ان ده كان اسيد وده كان ايه وده كان الكالي. نفس الكلام اهو لما احط الليتمس انديكيتور ده في الاسيدك ميديم قال لي طبعا بيتحول للريد كلر. طب قلنا ساعتها ليه بيتحول لريد كلر؟ قلنا عشان خاطر بيبقى موجود وفره من الهيدروجين ايونز بين الكاتيون بتاعت الهيدروجين ايونز. طب في الالكالاين قلنا بيتحول للبلو. ليه؟ عشان بيبقى عندي وفره من الهيدروكسيد بقى الاو اتش نيجاتيف ايونز. طب لما احطها في نيوترال ميديم زي الووتر الاسيديفايد ووتر قال لك ما بتتغيرش. طب ليه ما بتتغيرش؟ قال لي عشان بيبقى فيها النمبر بتاع الهيدروجين البوزيتيف بيساوي النمبر بتاع الهيدروكسيد النيجاتيف، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي تغيير. يبقى انا عندي الليتمس سترايب لما احطها في الاسيدك ميديم او في الالكالاين ميديم اوريدي اللون بتاعها بيتغير. طب لو حطيتها في نيوترال لونها زي ما هو. فانا لو جبت الليتمس سترايب دي وحطيتها في ميه مثلا او في اي ماتيريال ولقيت لونها ما اتغيرش، هعرف ان دي ماده نيوترال. تمام كده؟ وغالبا الماده نيوترال دي بتبقى الميه. قال لك طب لو انا جبت الليتمس سترايب دي او الليتمس انديكيتور دي وحطيتها ما بين في سترونج اسيد وويك اسيد وسترونج الكالي وويك الكالي، قال لي هلاقي انها في السترونج اسيد وفي الويك اسيد ادتني اللون البلو سوري الريد، وفي السترونج الكالي وفي الويك الكالي ادتني اللون البلو. معنى كده ان دي تعرف تفرق لي ما بين السترونج اسيد والويك اسيد او السترونج الكالي والويك الكالي؟ قال لك طبعا لا. واداك مثال هنا اهو. قال لك لما ابتدي احط في الليتمس انديكيتور دي في الهيدروكلوريك اسيد، طبعا الهيدروكلوريك اسيد ده بيدي، ده المفروض اسيد يبقى هيحول لونها للون الايه؟ الريد. طب في الصوديوم هيدروكسيد السوليوشن بتاع الليتمس سترايب هيتحول للون الايه؟ اكيد البلو. هو على فكره هو كاتبهم لك اهم. طب في الاسيتيك اسيد اللي هو الخل اللي كان ويك اسيد قال لك هيتحول برده لونه للون الريد. لكن في الكلر بتاع الليتمس سترايب ما بيتغيرش فين؟ في الديستلت ووتر، فبيبقى لونه نيوترال، فبنقول عليه اللي هو الديستلد ووتر في الميه دي. تمام كده؟ يبقى لما اجي اقول لك ليه ما ينفعش استخدم السترايب دي في التفريق ما بين الويك اسيد والسترونج اسيد والويك الكالي والسترونج الكالي، تقول لي because it gives the same color in the same medium، عشان بتديني نفس اللون في الاثنين. اهو ادي سؤال يجيب ريزن. الليتمس ما بتعرفش الفرق ما بين السترونج والويك اسيد عشان بتديني البوث كلر في الاثنين.
طيب ندخل بعد كده على حاجه مهمه قوي عندي واسمها اليونيفرسال انديكيتور. هو ايه اليونيفرسال انديكيتور ده؟ قال لك ده عباره عن انديكيتور مهم جدا 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 جدا، بيستخدموه في شكل اكوا سوليوشن او في شكل سترايب، وبيبتدوا يفرقوا بيه ما بين الماتيريال وبعضها، سواء بقى اسيدز او الكلي او ويك اسيد او سترونج اسيد او ويك الكلي او سترونج الكلي، نتيجه للدرجات المختلفه اللي هي بتديهاني. وادي مديك شويه من السترينث اهو، ادي الديفينيشن بتاعها، بس اهم حاجه ان هو بيفرق من الاسيد الكلي او الديفرنت اسيدز او الديفرنت الكلي تبع للسترينث بتاعها. قال لك وراح مديك شويه دايز اهي بتخرج من سام بلانتد مستخدمهم. قال لك الدبليو دي في النبات النخعي الصبغه كريمسون، بتبقى في الاسيد بيربل وفي الالكلي جرين. طب الكلر بتاع الداي في بتاعت واي اكس دي جرين، قال لي ادتني في الاثنين اللون اليلو. طب الواي قال لي لا ده الكلر بتاع البلبل هنا دي سوري الكلر بتاع الداي دي هنا بيربل، وراحت مدياني في الداي بتاع الاسيد بيربل وفي الالكلي يلو. طب هنا النوع الصبغه اورنج، طب ادتني هنا ريد وهنا جرين. ايه السؤال يعني انا عايزه اعرف ايه من هنا؟ قال لك في كل ده البليندس الداي بتاعها can't be used as indicator. اني واحده في دول مش هقدر استخدم الصبغه بتاعت اي واحده من النبات دي كانديكيتور ككاشف ليا. اكيد اللي هيديني نفس اللون في الاثنين، ما هي لو ادتني نفس اللون في الاسيد نفسه ونفس اللون في الالكلي انا كده ما عرفتش افرق. طب هو مين هنا اللي فيهم نفس اللون في الاثنين؟ اكس، يبقى الصبغه اكس هي اللي مش هعرف استخدمها. اتمنى كده تكون الدنيا واضحه وعرفت يعني ايه الانديكيتور، وفهمت السترايب انديكيتور، وفهمت الانديكيتور اليونيفرسال انديكيتور. نكمل. قال لك انا عايزه اعرف اتست الاسيديتي والبيزيسيتي بتاعه الجازز. مش فاهم يعني ايه؟ المفروض ان انا عندي جازز كتير قوي حواليا، عايزه اعرف مين فيهم اسيد، مين فيهم جاز، مين فيهم نيوترال. حقي. قال لك حقك. قال لك طيب هنستخدم سترايب عادي جدا، هنستخدم الانديكيتور سترايب. قال لك بس قبل ما استخدمه لازم احطه في اكوا سوليوشن، وخلي بالك ان الانديكيتور ما بيشتغلش غير في اكوا سوليوشن بس، يعني الانديكيتور بتاعي لازم بيكون اكواس. تمام كده؟ فبجيب السترايب احطه في الاكوا سوليوشن بتاعي واعرضه للهواء لنوع هواء معين. مثلا انا طلعت غاز الاكسجين فانا بعرضه للاكسجين لوحده، عندي انبوبه فيها غاز الهيدروجين لوحده فبعرض غاز الهيدروجين لوحده عشان اعرف كل واحد فيهم الكلر بتاعه ايه. اهو فين دي؟ قال لك لازم اول حاجه احطها في ويت ديورنج التستنج. ليه بحطها في ووتر؟ زي لسه قايلين عشان الانديكيتور ما بيشتغلش بس غير في الاكواس ايه ميديوم. قال لك طيب لقيت ان عندي اسيتيك جازز، ولقيت ان عندي بيزك جازز، ولقيت ان عندي نيوترال جازز. طب الاسيتيك جازز دي قال لك بتعمل ايه؟ قال لي برضه حولت لونها للون الريد زي غاز الكربون دايوكسيد. يبقى انت عرفت ان انت عندك غاز الكربون دايوكسيد ده اسيد جاز. طب البيزك برضه قال البيز، قلنا البيز ده اللي هو الكلي، قال لك برضه لقيت حول لونه للون البلو زي مين؟ غاز الامونيا النشادر. غاز النشادر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت وكان الفالنس بتاعته كانت بوزيتيف. طيب لما اجي دلوقتي اتكلم على البيهيفير بتاعت الديفرنت جازز مع الانديكيتورز، قال لك ان انا لقيت عندي النيوترال جازز كتير زي الهيدروجين زي الاكسجين زي النيتروجين، ودول ما بيأثروش على الكرل بتاع الانديكيتور. طيب من ضمن النيوترال جازز دي عندي غازات كتير، قال لي ما عدا الكلورين. طب ليه الكلورين ما اقدرش اقول عليه نيوترال جازز؟ قال لي عشان انا لقيت لما بحط فيه اي سترايب انديكيتور سترايب بلاقيه بيشيل اللون خالص، بيحصل له بليتشنج. اهو قال لك بيعمل ريموف للكلر بتاع الريد والبلو ليتماس بيبر، بيشيل اللون خالص بيضيعه. يبقى لو انا حطيت الليتماس انديكيتور بتاعي في اي في سوليوشن وعرضته للهواء ولقيت ان المفروض ان اللون بتاعه راح، انا هعرف كده ان غاز ايه اللي موجود في الجو؟ الكلورين، الكلور. طيب نفس الكلام لو لقيت لونه ما اتغيرش يبقى انا عندي اكسجين يا نيتروجين يا هيدروجين. طب لو خليته اتحول للون البلو يبقى انا كده عندي امونيا ده بيزك. طب لو لقيت اتحول للون الريد هلاقي يبقى انا كده عندي إيه لونه ايه؟ يبقى انا كده عندي لون ايه؟ سوري عندي غاز ايه؟ الكربون دايوكسيد. طيب قال لك لقيت عندي حاجه اسمها بستخدمها في الاجريكلتشر في نبات اسمه الهيدراجينيا. نبات الهيدرانجيا دي ايه؟ نبات الهيدرانجيا دي، نبات الهيدرانجيا ده نوع نبات. قال لك لقيته انه لما بيحتاج اللون الاحمر قال لي لازم بزرعه في تربه اسيدك سويل، ولما بيحتاج اللون البلو لازم بزرعه في بيزك سويل او الكلاين سويل. اشمعنى؟ قال لك لان البيزك سويل او الالكلاين سويل او الاسيدك سويل قال لك بتبتدي تديله اللون بتاعه، اللون الاحمر او اللون الازرق بتاعه ده. يبقى انت ما عندكش اي حاجه غير انك تعرف النبات الهيدرانجيا ده بلونه بيتغير تبعا لمين؟ للسويل اللي هو موجود فيها. هي لو هي عندي اسيدك سويل او الكلاين سويل، الكلاين سويل يعني لونه بيتحول للون البلو، اسيدك سويل يعني لونه بيتحول للون ريد، والكلام ده قدامي زي الفل اهو.
اتمنى ما يكونش في اي مشكله في الجزئيه دي يا شباب. هندخل برده في جزئيه تانية مهمه، الاسيدك سويل او البيزك سويل. انا دلوقتي عندي اسيدك سويل او بيزك سويل، قال لي عايزه اخليهم نيوتراليزنج، عايزه اعادلهم. قال لك طب لو انا عندي اسيدك سويل، قال لي هبتدي احط لها الكالاين سويل، هبتدي اعملها بماده الكالاين. ايه الماده الالكالاين دي؟ قال لي مثلا زي الصوديوم هيدروكسيد او اي ماتيريال تانية موجوده. هو هنا مديك اكزامبل الكالسيوم هيدروكسيد، ماده الكالاين. يبقى انا لما اجي دلوقتي اقول لك انا عايزه اعمل نيوتراليزنج للسويل بتاعتي، قال لي هبتدي لو هي اسيدك سويل هبتدي احط لها ماده الكالاين زي الكالسيوم هيدروكسيد. هو مديك رمز يعني CaOH/2 اهو، وعرفنا ان ال2 دي جايه من مين؟ من الكالسيوم، لان ده الفالنس بتاعها. تمام كده. يبقى انا لو انا عندي اسيدك سويل ببتدي اعالجها بان انا بحط بيزك سبستانس زي الكالسيوم هيدروكسيد. اتمنى كده ما يكونش فيه مشكله. اخر حاجه عندي في البيت، انا في البيت ما عنديش انديكيتور سترايب، ما عنديش يونيفرسال انديكيتور، بس عايزه اعرف يا مس نغمه افرق ما بين الحاجات. قال لك حلو قوي. عارفين الكرنب الاحمر اللي هو الريد كاربج ده، اللي هو اللي بيبقى لونه بنفسجي شويه؟ هاته وقطعه، قطع منه كام ورقه وحطهم في ميه سخنه بتغلي وسيبه شويه، هتلاقي لون الميه كلها بقى لونها بنفسجي. انت كده عملت انديكيتور. قال لك هات السترايب ده وحطه في قلب المحلول اللي انت عملته او الانديكيتور اللي انت عملته ده، وهاته وحطه في كذا حاجه. قال لك حطه في عصير البرتقال مره، حطه في ميه مره، حطه في باكينج صودا مره. قال لك لما حطيته في البرتقال لقيت ان لونه اتحول للون الريد، لونه اتحول للون الاحمر. حلو قوي. يبقى انا عرفت ان الاورنج جوز ده اسد. طيب قال لك حطه في الميه، قال لي لقيت لونه ما اتغيرش يا مس نغم، هو زي ما هو، ما حصلوش اي حاجه، يبقى ده فعلا نيوترال. قال لك لما حطيته في الباكينج صودا لقيت لونه اتحول للون الجرانش اللي هو الاخضر الفاتح، اللي هو اتحول للون الجرانش، فانا عرفت ان ده تقريبا بيز. يبقى انا لما جيت قلت لك انت استخدمت الانديكيتور اهو عشان تبتدي تعرف الحاجات اللي عندك في البيت. استخدمت مين؟ استخدمت الريد كاربج اهو، ادي الريد كابج بتاعي اهو. قال لك ده انديكيتور. طب الريد كابج ده هعمل بيه ايه؟ قال لي هبتدي استخدم الاورنج جوز احطه فيه، وهحطه في الميه، وهحطه في الباكينج صودا سوليوشن. قال لي لقيت هنا اتحول للون الريد، هنا ما حصلوش حاجه، هنا اتحول للون الجرانش. ومن هنا عرفت ان ايه؟ ان ده انديكيتور عادي بعرف استخدمه في البيت عشان اعرف افرق ما بين الاسيد والبيز اللي عندي في البيت. اتمنى ما يكونش في اي جزئيه صعبه في الحته دي، عشان هيدخل دلوقتي على حته مهمه قوي قوي قوي. فانا عايزاك تكون فهمت اللي فات ده كويس قوي عشان تفضي لي دماغك وندخل في الجزئيه دي. طيب ندخل دلوقتي بقى على البي اتش اللي هو البوتنشال اوف هيدروجين. ايه البوتنشال اوف هيدروجين او البي اتش ده؟ ركز معايا كده بالظبط. قال لك ان البوتنشال اوف هيدروجين ده عباره عن اختصاره بي اتش، ده عباره عن سكيل، عباره عن زي كده. قال لك الرينج بتاعه بيبقى ما بين 0 to 14، من 0 ل 14. قال لك عشان اعرف افرق ما بين الاسيد والبيز والنيوترال ماتيريال. فبيقول لك هو عباره عن سكيل ما بين 0 to 14 زي ما قلنا، بيعمل ديترماين للاسيد والباسيتي بتاعه السوليوشن. قال لك ان المفروض ان السكيل ده اهو اخر رقم فيه 14 واول رقم فيه 0 وفي النص عندي 7. قال لك اللي قبل ال7 ده كله بقول عليه اسيد. بقول عليه ايه؟ اسيد. طب اللي بعد ال7 ده كله بقول عليه ايه؟ بيز. طب اللي عند ال7 بالظبط قال لي بقول عليه نيوترال، متعادل زي الميه كده. يبقى تاني السكيل ده عندي بيبدأ من 0 ل 14. النص بتاعي 7، 7 ده نيوترال بتاعي. اكبر من 7 يعني من 7 ل 14 ده كده بيز. طب بيروح للصفر يبقى ده كده ايه؟ اسيد. من 0 ل7 ده اسيد، اقل من 7 ده اسيد، اكبر من 7 ده بيز. 7 بالظبط ده نيوترال اهو. يبقى نيوترال سوليوشن دي عند البي اتش 7. الاسيدك سوليوشن بتبقى اقل من ال7، بتبقى قريب من الصفر، والبيزك الكالاين دي بتبقى اكبر من ال7. طب يا مس نغم ماشي، ده كده انا عرفت ان ده كله بيز، ده كله سوري اسيد، ده كله بيز، ده كده نيوترال، صح ولا مش صح؟ صح. طب اعرف منين هنا اقوى اسيد واعرف منين هنا اقوى بيز؟ قال لك اقوى اسيد لما بيقرب من الصفر. اقوى اسيد لما بيقرب من مين؟ من الصفر. وعشان كده بتلاقي ان هو مظلل لك الواحد والصفر دول بالاحمر قوي. طب اقوى الكلاين لما بقرب من مين؟ او اقوى بيز عندي لما بقرب من ال 14.
يبقى كل ما البي اتش عندي ابروتش لزيرو كده الاسيديتي زادت. طب كل ما البي اتش عندي ابروتش قربت من ال 14 كده الالكلاين زادت. طب في النص بقت نيوترال. طب اقل اسيد هيلاقيه فين؟ قريب من السبعه يعني 6. طب اضعف بيز هلاقيه فين؟ قال لي برده جنب 7 اللي هو رقم 8. تمام كده ولا مش تمام؟ تمام. طيب مس نغمة، هو مين العالم اللي حط اصلا السكيل ده، او مين العالم اللي عمل السكيل ده او اكتشفه او صنعه؟ قال لك العالم اسمه سورين سورنسون. قال لي العالم ده كان عباره عن كيمستري، ده عمل ديفلوبد للبي اتش سكيل. قال لك عشان اعرف الفرق ما بين مين ومين ومين بقى، ما بين الاسيد والبيز والنيوترال سوليوشن. يبقى العالم سورنسون ده هو اللي اكتشف هو اللي عمل هو اللي ديفلوبد، هو اللي طور مين البي اتش سكيل عشان يعرف الفرق ما بين الاسيد والبيز والنيوترال سبستانس او نيوترال سوليوشن. قال لك هنا طب ازاي اقيس البي اتش بتاعي؟ يعني البي اتش ده بقى بقيسه ازاي؟ قال لي بقيسه عن طريق حاجتين، جهاز من جهازين، يا اما عن طريق اليونيفرسال انديكيتور، يا اما عن طريق حاجه اسمها البي اتش ميتر. حاجه اسمها البي اتش ميتر ديفايس. قال لك ان البي اتش ميتر ديفايس ده عباره عن جهاز بحطه في السوليوشن بتاعي، بيقيس لي السوليوشن بتاعي بشكل اكيوريتلي ودايركتلي، دايركت على طول واكيوريت، وبيقوم مطلع لك النتيجه على طول على الشاشه بتاعتك هنا. يبقى لما اقول لك مين البي اتش ميتر هتقولي ده موست accurate device بيعمل measure correctly and directly to the solution عشان يعرفني هو اسيد ولا بيز، وبيطلع لي الناتج على طول هنا. طب اليونيفرسال انديكيتور لسه قايلينه، قال لك المفروض بيبقى مع اليونيفرسال انديكيتور ده جايب لك زي باليتة الوان كده. الباليتة الالوان دي مش كده، مش محطوطه وخلاص. قال لك لا، دي في منها غرض معين. قال لك ان باليتة الالوان دي بيحطها لك كل لون فيهم بيعرفك هي عند رقم كام، والرينج من 0 ل 14، وكل رقم معناه فبتبتدي تجيب السترايب اليونيفرسال انديكيتور دي وتقوم حاطه في السوليوشن، طلع لك لون، تقوم حاطه جنب الباليتة الالوان دي، يبتدي اللون بتاعك هنا معناه ان هو بيعمل ديترماين للبي اتش فاليو الموجوده عليه. يبقى انت البي اتش فاليو بقيسها ازاي؟ عن طريق جهازين، يا اما البي اتش ميتر ديفايس وده اكتر جهاز بيقيس كوركتلي ودايركتلي على طول وبيطلع لك الناتج على طول على الشاشه، يا اما عن طريق اليونيفرسال انديكيتور عن طريق ان هو بيجي لك السترايب كلر وببتدي احطه على في السوليوشن بتاعي. طب الكلر اللي يطلع بيعتمد على البي اتش. قال لك بيكون معاك جزء كده ب 100 الوان، الالوان دي تشارت كبيره كده، التشارت دي بتعرفك اللون ده عباره عن ده اللون الدرجه بتاعته كام في البي اتش، طب ده كده بقى اسيد ولا بيز ولا نيوترال وهكذا. طيب السكيل ده مهم قوي يا شباب، مهم قوي نعرفه. عندك المفروض الستاميك اسيد او الجاستريك اسيد، الاثنين واحد، الستاميك اسيد او الجاستريك اسيد، الفينجر، الليمون، توميتو، كوفي، ميلك، ووتر، بلود، بيكنج صودا، ستاميك تابلتس، امونيا سولوشن، سوب، بليتش اند درين كلينر. مديك شويه ماتيريال كده كل واحده البي اتش بتاعها قدامها. هنا يجي يسألك أسئلة، يقول لك مين السترونجست الكلاين عندك؟ خلينا هنا السترونجست الكلاين سبستانس وايه البي اتش بتاعه. طب السترونج الكلاين سبستانس ده اللي هو مين؟ طبعا قلت لك ده اللي بيروح ناحيه ال 14. يبقى مين عندك السترونجست الكلاين؟ الدرين كلينر طبعا. طيب الدرين كلينر، طب البي اتش بتاعها كام؟ قال لي البي اتش بتاعها 14، هو مديهاني. طيب what is the strongest acidic substance؟ acidic substance أقوى acidic substance يعني لناحية الزيرو ولا لناحية السبعة؟ لا طبعا اللي بيروح approach للزيرو. يعني مين عندي أقوى أسيد؟ طبعا هتبقى عندي هنا تبع اللي هو مديوني ده الباتري. what is the strong؟ خلاص قلنا كده الباتري. طيب اللي بعد بيقول لك what is its pH؟ zero. compare between the acidity of vinegar and the tomato with explanation. قارن ما بين الاسيديتي بتاعة التوميتو والفينجر مع الاكسبلانيشن. طيب الفينجر اهو والتوميتو اهو، ادي الخل وادي التوميتو. انا عايزه اعرف دلوقتي، عايزك تقارن لي ما بين الاسيديتي بتاعتهم. هتقول لي ان الاسيديتي بتاعة الفينجر more than الاسيديتي of tomato. طب ليه؟ هتقول لي because the pH value of the vinegar approach to the zero، او البي اتش بتاعة الفينجر is 3 and البي اتش بتاعة التوميتو is 4. انت كده جاوبت تمام كده. طيب بيقول لي compare between the alkalinity of baking soda and ammonia. solution with explanation برضه، ادي الباكينج صودا وادي الامونيا. هتقول لي مين فيهم اكبر من مين؟ هتقول لي ان الالكالينيتي بتاعه الامونيا is larger than الالكالينيتي بتاعه الباكينج صودا because ال pH of the ammonia is
11 but in the baking soda is 9 اهي. يا رب الدنيا كده تكون مفهومه وبسيطه. البي اتش ده يا شباب مهم قوي 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 قوي. قبل ما ندخل على الصوت، ادي اللايف ابلكيشن ده بتاع الشامبو والهير سكين يا بنات يا حلوين، يا اللي مضيعين فلوسنا كلها على الهير روتين والسكان كير والحاجات دي. المفروض كل الحاجات دي الشركات لما تيجي بتعملها تبعا للبي اتش فاليو برضه، وبتعمل تبعا لكل شعر البي اتش بتاعه الخاصه بيه. يعني ما ينفعش اللي شعرها جاف تحط نفس الشامبو اللي بتحطه على الاويلي هير، ما ينفعش البنات اللي البشره بتاعتها اويلي نحط نفس السكان كير اللي بنحطه على الدراي سكان او على الماكس سكان، البشره المختلطه والعاديه والحاجات بتاعتنا دي. لازم كل واحد فيهم بيبقى ليها بي اتش خاصه بيها. وعشان هنا بيقول لك ان البي اتش فاليو بتاع السكين كير والهير كير طبعا برودكت بتختلف تبعا لمين؟ للبي اتش فاليو. واللي زي ما قلنا ان الشامبو اللي بستخدمه عشان اعمل كلانزنج انضف فروه شعر الدراي هير طبعا بتختلف عن اللي بستخدمها في الاويلي هير. وبكده يكون البي اتش فاليو بتاعي، انا خلصت البي اتش فاليو، خلصت جزء مهم جدا جدا في الدرس ده مهم. خلصت الانديكيتور وعرفت البي اتش فاليو وعرفت ازاي بقيس البي اتش فاليو وعرفت الدنيا دي كلها. اتمنى الدنيا كده تكون مظبوطه شويه شويه. هنخلص كده كده لازم كله هنراجعه في الاخر، بس هندخل دلوقتي على حاجه مهمه قوي اسمها الصوت، الاملاح. هنبدا دلوقتي يا شباب نشرح يعني ايه صوت. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الصوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن كومباوند بيجي من تفاعل مين مع مين؟ الالكلي مع الاسيد، الاسيد مع الالكلي الاثنين بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا لي مين ومين؟ كان بيطلع لي السولت والووتر، صح ولا لا؟ كنا بنقول ان الالكلي الكاتيون بتاعه لما بيتفاعل مع الانيون بتاع الاسيد كان بيطلع لي السولت والووتر. زي اكزامبل كنا واخدين برده المره اللي فاتت الاتش سي ال مع الان اي او اتش، ادي الاسيد وادي الالكلي الاثنين اتفاعلوا مع بعض يطلع لي السولت اللي هو ملح الاكل اللي انا باكله الان سي ال والاي والووتر. قال لك ان اي سولت في الدنيا يا شباب لازم بيتكون من كذا حاجه، يا اما بيتكون من بوزيتيف ايون بتاع الميتال، يا اما بيتفاعل مع النيجاتيف اتوم او النيجاتيف ايون، يا اما بيتفاعل مع نيجاتيف اتوميك جروب. وركزوا في الاكسبشن اللي هنا دي. يبقى تاني بالراحه، انا دلوقتي عندي البوزيتيف ايون، البوزيتيف ايون ده عشان يكون السولت يا اما بيتفاعل مع نيجاتيف ايون عادي جدا، يا اما بيتفاعل مع نيجاتيف ايون اتوميك جروب. ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، فوسفيت نايتريت نايترايت، كل دي اتوميك جروب نيجاتيف. تمام ولا مش تمام؟ تمام. قال لك ان اي حاجه من دول البوزيتيف ايون بيتفاعل معاها ما عدا الاو اتش. ليه؟ لان الاو اتش ما بيكونليش ملح، الاو اتش ما بيكونش ايه؟ ما بيكونش اي املاح. يبقى لما اجي اقول لك البوزيتيف ايون بتاع الميتال بيتفاعل مع مين؟ يا اما مع النيجاتيف ايون يا اما مع النيجاتيف اتوميك جروب ما عدا الهيدروكسيد. طيب وراح مديك تو اكزامبلز اهم، الان سي ال والان اي 2 سي او 3. وعرفنا ليه ما كونليش الاو اتش، مش باخده معايا لانه ما بيكونليش اي املاح، ما بيكونليش اي صوت. طب البوزيتيف اتوميك جروب بقى، لو انا عندي بوزيتيف اتوميك جروب، البوزيتيف اتوميك جروب دي يا اما هيتفاعل مع النيجاتيف ايون يا اما هيتفاعل مع نيجاتيف اتوميك جروب. نفس الكلام برضه، يا اما مع نيجاتيف ايون يا اما مع نيجاتيف اتوميك جروب. طب نيجاتيف ايون مع ده مين برضه؟ الاكسجين. وليه دي ليها حاله شاذه مالناش دعوه بيها دلوقتي، هنعرفها بعدين. يبقى لما اجي اقول لك السولت عشان يتكون بيجي من تفاعل مين مع مين؟ بيجي من تفاعل البوزيتيف ايون يا اما بيتفاعل مع نيجاتيف ايون يا اما مع نيجاتيف اتوميك جروب، او البوزيتيف اتوميك جروب يا اما بيتفاعل مع النيجاتيف ايون ما عدا الاكسجين يا اما بيتفاعل مع النيجاتيف اتوميك جروب. وراح مديك هنا اكزامبل ال NH4Cl ادي الايون بتاعه، يا اما اتوميك جروب زي ال NH4/2CO3. طب احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان البراكت حواليه 2، اللي قدام اللي معاه جنبه 2 ده عباره عن ايه؟ قلنا ان العنصر بتاعي ده اتكرر، فانا مش بكتبه مكرر، انا ببتدي احط براكت واحط الجروب كله ما بين البراكت ده. قلت لك عشان ده المفروض كان بوزيتيف واحده وده عنده نيجاتيف واحده، صح ولا مش صح؟ صح. يبقى انت عندك ال NH4/2 وعندك CO3 المفروض ان هم بيبدلوا مع بعض، فده خد ال2 ده خد ال1. حوار كده كبير يعني. المهم ان انت تعرف ان كل واحد بياخد التكافؤ عكس بتاع التاني. يعني ده CO3/2 فانا 2 نيجاتيف فانا حطيتها باي 2، وده بوزيتيف فانا حطيت ده بوزيتيف عادي. يبقى خليك عارف ان البوزيتيف بتاع الميتال بيتفاعل يا اما مع نيجاتيف ايون يا اما مع نيجاتيف اتوميك جروب مع الهيدروكسيد، ولو قلنا ده ما بيكونش ملح. طب البوزيتيف اتوميك جروب يا اما بيتفاعل مع النيجاتيف ايون ما عدا الاكسجين يا اما مع النيجاتيف اتوميك جروب. طيب ندخل في اللي بعده يا شباب، الموليكولر اوف ذا سولت. يعني ايه الموليكولر فورمولا بتاعه الصوت؟ يعني لازم اكتب الصوت ازاي؟ الصوت لما باجي اكتبه لازم بكتبه بطريقه معينه، ما ينفعش اكتب اي حاجه وخلاص.
خليك عارف ان دايما السولت بيبدا بالكاتيون. بيبدا بمين؟ الكاتيون اللي هو البوزيتيف ايون اللي هو الميتال، ولازم بيجي بعديه على طول مين؟ الانيون اللي هو النيجاتيف. نفس الكلام لو عندك اتوميك جروب بتكتب الاتوميك جروب البوزيتيف الاول وبعدين الاتوميك جروب الايه؟ النيجاتيف. لو تلاحظوا زي ما عملنا هنا ادي الاتوميك جروب، انا عندي ال NH4 دي بوزيتيف وعندي CO2 دي ال CO3 دي نيجاتيف، فانا حطيت الكاتيون الاول بعدين حطيت مين؟ الانيون اللي هو النيجاتيف يا شباب. طيب نكمل. بيقول لك البولي اتوميك جروب لما بيتكرر لازم بحط ما بين براكت زي اللي احنا لسه شايفينه اللي هو NH4 باي 2. ليه حطيت باي 2؟ ليه ما حطيتش 2 هنا؟ لان لازم ال NH4 كلها هي اللي باي 2 مش ال H بس. تمام؟ يعني البراكت ده كده بيعرفني ان ال 2 دي متوزعه على النيتروجين ومتوزعه على الهيدروجين، ودي هيبقى ليها ميزه بعدين مش دلوقتي، هتعرف بعدين ليه. مش الترم ده كمان، ممكن السنين الجايه باذنك يا رب. طيب ندخل بقى شويه على الاكزامبلز دي عشان نعرف هنكتبهم ازاي. هنا بيقول لك بوتاسيوم برومايد، بوتاسيوم برومايد يعني البوتاسيوم وداك كي بوزيتيف، طب الانيون بتاعه هيبقى بي ار نيجاتيف صح؟ طب لما يديه الفورميولا بتاعهم هيبقى كي بي ار. طيب النيكل كلورايد، كلورايد ده رمز سي ال، طب النيكل ده رمزه ان اي، ادي هو كتب لك ان اي بوزيتيف 2 والكلورايد اهو سي ال نيجاتيف. طب لما اجي كتبت ال NiCl2 وعرفنا ال 2 دي اهي بتاعت ال Ni فده خدها، طب ده واحد فده مش هياخد حاجه فهيتكتب زي ما هو. الصوديوم سلفايد، صوديوم سلفايد، طب السلفايد ده كان رمز مين؟ كان رمز الاس، والاس دي كانت 2 نيجاتيف، ركزوا ما تنسوش. يبقى لما اكتب الفورميولا ركزوا معايا بقى، ينفع اكتب NaS واسكت؟ غلط. في هنا ايه؟ قلنا في هنا رقم، الرقم ده هيبتدي نعكسه، يبقى ال Na هي اللي هتاخد ال2 والاس مش هتاخد حاجه لان هي الان عندها واحد. طب صوديوم كربونات Na بوزيتيف CO3 2 نيجاتيف، صح ولا لا؟ صح. يبقى لما اكتبه هكتب ايه؟ Na، وركز ما ينفعش اكتب CO3 على طول لان انا عندي هنا 2، مين اللي هياخد الاثنين دي؟ ال Na، يبقى Na2CO3. برافو عليكم. كالسيوم سلفيت، الكالسيوم سلفيت المفروض ان هي SO4 2 نيجاتيف. طيب المفروض لما اجي اكتبها هكتبها ازاي بقى؟ المفروض لما اجي اكتبها هكتبها ازاي بقى؟ مش الاتنين عندهم نفس الرقم؟ بشيل دي مع دي، ما بيكتبش اي حاجه، بكتب اللي على الرقم عادي بقى CaSO4 بس، انا كده كتبتها صح. يبقى طالما الاتنين عندهم نفس الرقم بنفس التشارج انا خلاص انا بشيل الاتنين مع بعض وبكتب الرقم زي ما هو عادي، الفورميولا بتاعتي زي ما هي عادي. نفس الكلام بوتاسيوم فوسفات، فوسفات ده رمزه ايه؟ BO4 3 نيجاتيف. طيب ينفع اكتبها كده؟ لا، ما المفروض اكتب ايه بقى؟ هكتب KBO4. بجد انت كده صح يا نغم؟ لا انا مش صح. ليه؟ لان انا عندي هنا 3، طب عندك هنا حاجه لا، فاكتب K3BO4. طيب الالومنيوم سلفيت، سلفيت قلنا رمزه ايه؟ SO4 2 نيجاتيف. ركز معايا بقى، الاثنين شبه بعض، الرقمين شبه بعض لا، فهكتب ايه؟ AlSO4 وابعد عن بعض عشان في ارقام لسه هتتكتب. المفروض مين اللي هياخد الثلاثه دي؟ الSO4، يبقى Al الSO4 دي باي 3 براكت 3 لان الSO4 كلها ل 3. طب والAl اللي هتاخد 2 يبقى الرمز بتاعي Al2SO4 باي 3. كده انت كاتب كيميكال مولكيولار فورمولا زي ما قال الكتاب بالظبط. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ امونيوم نيتريت. امونيوم نيتريت هو مديك رمز الامونيوم NH4 بس، الامونيوم NH4 بس بلس بس مش بلس 2. بلس بس، شيلوا 2 دي يا شباب، هي بلس بس، هي احاديه التكافؤ. طيب والنيتريت NO3 نيجاتيف. طب لما نيجي بقى نبتدي نعمل الفورميولا بتاعتهم، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، لا هنكتبهم عادي، يبقى NH4 NO3 بس كده. انا كده زي الفل، كتبت كل حاجه زي ما قال الكتاب، انا كده زي الفل. يبقى دي الكيميكال فورميولا بتاعتك وادي الدنيا مظبوطه وماشيه زي ما هي. عرفت امتى نعمل نبدل التكافؤات وامتى مين ياخد وامتى نشيلهم خالص. اللي عنده اي سؤال يا شباب من ده يعني يسال عادي، ما نتكسفش، ابعت وانا هجاوب عليك بكل بساطه. انت عندك اهو قلت لك لو الاثنين زي بعض بنشيلهم ما بنكتبهمش. طب الاثنين مختلفين زي بعض دول هم، ده بياخد دي ودي بتاخد ده، بنعكسهم يبقى Al2SO4 براكت 3 عشان هي متكرره، الجروب كله متكرر. طب ليه يا مس نغم هنا ما عملتش براكت؟ عشان ده اليمنت واحد لكن ده كذا اليمنت. تمام كده؟ طيب بيقول لك ان التوتال تشارج بتاع السولت ايكوال 0، دي حاجه احنا عارفينها، عدد البوزيتيف تشارج بيساوي عدد النيجاتيف تشارج عندي،
دي حاجه احنا عارفينها لان احنا اتفقنا ان الاسيد اصلا والالكلي وكل ده بيبقى التشارج بتاعهم في الاخر زيرو. نفس الكلام السولت بيتكون من كاتيون وانيون، يبقى لازم التشارج بتاعتهم في الاخر برضه هتبقى كام؟ هتبقى زيرو. طب من البروبرتيز بتاعت السولتس بقى قال لك ان السولتس متشابهه في حاجتين. اول حاجه ان كلهم سوليد سبستانس، كلهم سوليد سبستانس مواد صلبه. تاني حاجه ان السوليوشن بتاعهم بيدوب وبيوصل كهرباء، وبيوصل ايه؟ كهرباء. طيب قال لك ان السولتس بقى بتختلف عن بعض في حاجتين، يبقى في 3 حاجات. يبقى انت المفروض عارف البروبرتيز بتاعت السولت ان هم كلهم سوليد وان هم بيعملوا كوندكت الكتريستي. طيب وان من البروبرتيز بتاعتهم من سوري ان هم بيختلفوا عن بعض في 3 حاجات. الاملاح وبعضها بتختلف عن بعض في 3 حاجات: الكلر، السولابيليتي في الووتر، والبي اتش فاليو. يا مس نغمه هو في سكر ما بيدوبش؟ هتعرف دلوقتي. يا مس نغمه هو السولت عنده فاليو في البي اتش مختلفه؟ برضه هتعرف دلوقتي. طب هو الاملاح ليها لون؟ هتعرف دلوقتي. بالراحه اتقل كده. اول حاجه خالص هنتكلم على الكلر. قال لك ان انت عندك املاح فيها وايت عادي جدا، املاح فيها وايت سولت زي وايت املاح الكلر بتاعها وايت. عندك وايت سولت زي مين؟ قال لك طبعا اول حاجه ده ملح الاكل العادي بتاعي ال NaCl. عندك املاح ثانيه زي الزنك سلفيت ZnSO4، والصوديوم كربونات اللي هو Na2CO3. ده املاح عندك اهي. طيب عندك الكلرد سولت بقى زي مين؟ ودي لازم تبقى عارفهم وعارف الوانهم. الكبر سلفيت، الكبر سلفيت رمزه CuSO4، والنيكل كلورايد رمزه NiCl2. وده لونه جرين وده لونه برو، ده لونه جرين وده لونه ايه؟ برو، بلو. يبقى انت دلوقتي عندك الوايت سولت زنك سلفيت رمزه ZnSO4. طب الصوديوم كربونات رمزه Na2CO3 وده وايت سولت. طب الكولرد سولت عندك زي الكوبر سلفيت اللي هو لونه بلو، والنيكل كلورايد سولت اللي هو لونه جرين. يبقى كده الجزئيه بتاعت السولت والكلر بتاعها واضحه جدا. يبقى انا اتكلمت على البروبرتيز بتاعت السولت وعرفت ان هي سوليد، ان هم كلهم سوليد وان هم بيوصلوا كهرباء زي الاسيد والالكلي. بس خليك عارف معلومه نسيت نقولها، ان الديستلد ووتر الماء المقطره مش الماء اللي في الحنفيه. الماء الحنفيه دي مليانه املاح، لكن الماء المقطره الديستلد ووتر دي ما بتوصلش كهرباء، دي بتكوندكت اوف الكتريستي. تمام كده. وان السوليد سولت احنا اتفقنا ان السولت السوليوشن بتاع السولت هو اللي بيوصل كهرباء، لكن السوليد سولت الملح نفسه لا ما بيوصلش. تمام كده، يعني الملح نفسه هو سوليد كده ما بيوصلش، لكن لما احطه اكوا سوليوشن لا بيوصل عادي جدا. طب اتكلمنا بعد كده على الديفرنس ما بين السولتس بعضها. اتكلمنا ان هو بيختلف في الكالر، في الكالر وفي السولابيليتي ان ووتر وفي البي اتش فاليو. طب الكالر بتاعها قلنا ان انا عندي حاجات وايت زي مين؟ زي الزنك سلفيت ZnSO4 والصوديوم كربونات Na2CO3. واتكلمت ان انا عندي كالر سولت زي كابر سلفيت ده لونه بلو والرمز بتاعه CuSO4، والنيكل كلورايد وده الرمز بتاعه NiCl2 ولونه جرين، ولازم نبقى عارفينهم. طب هتكلم دلوقتي عن السولابيليتي اوف ان ووتر، الذوبان بتاعهم في الميه. قال ان انا عندي سولت بتدوب في الميه وسولتز ما بتدوبش. طب السولت اللي بتدوب في الميه اللي هي بتدوب بسهوله عادي جدا لازم ابقى عارفهم وحافظهم برضو: النيتريت سولت املاح النيتريت، النيكل كلورايد سولت اللي هي NiCl2، والكوبر سلفيت اللي هو CuSO4. طيب النيتريت سولت دي زي مين؟ زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والامونيوم. تمام كده. قال لك طب ده اللي بيدوب في الميه. طب اللي ما بيدوبش بقى سبرينجل سولت ان ووتر. قال لك كل الكربونات سولت ما عدا مين بقى؟ الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم اللي احنا لسه كاتبينهم. يبقى انت عندك الكل اللي بيدوب النيتريت سولت. طب ومين تاني غير النيتريت؟ عندك الصوديوم والبوتاسيوم والايه والامونيوم. لكن انت عندك كل الكربونات سولت ما بتدوبش ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم كربونات. عندك السيلفر كلورايد ما بيدوبش اللي هو AgCl. عندك الكالسيوم سلفيت ما بيدوبش اللي هو CaSO4. مش الكبر سلفيت، الكبر سلفيت بيدوب، الكبر سلفيت بيدوب، لكن الكالسيوم سلفيت ما بيدوبش. وكل الكربونات ما بيدوبش ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم كربونات. تمام كده. والAgCl اللي هي نترات الفضه سوري الكلوريد الفضه الAgCl. تمام كده. يبقى انت عرفت المين اللي بيدوب ومين اللي ما بيدوبش، ودول عليك حفظ يا شباب. يبقى نراجع تاني، خلينا نبص تاني في الوايت كلر لان لازم نحفظ المسميات. الوايت سولت عندك الاملاح البيضاء زي ZnSO4 اللي هو زنك سلفيت، والصوديوم كربونات Na2CO3. طب عندك اللي بيديك الوان اللي اداك لون بلو ده الكبر سلفيت. طب اللي اداك اللون جرين لا ده النيكل كلورايد. طب دخلنا بعد كده على السولابيليتي اوف ووتر. اتفقت ان في حاجات بتدوب وحاجات ما بتدوبش. اللي بيدوب كل النيتريت
ومعاهم الصوديوم والبوتاسيوم ومين والامونيوم. طيب النيكل كلورايد ال NaCl2 والكوبر سلفيت اللي هو CuSO4. طب مين سلفيت بقى ما بيدوبش؟ الكالسيوم سلفيت اللي هو CaSO4 والسيلفر كلورايد وكل الكربونات سولت ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم كربونات. طب هدخل اخر حاجه عندي في البي اتش فاليو. طب البي اتش فاليو دي بتعمل ايه؟ قال لي البي اتش فاليو دي عباره عن عندي اسيدك سوليوشن، عندي نيوترال سوليوشن، عندي الكلاين سوليوشن، وده احنا عارفينهم. طبعا دي البي اتش اقل من 7، البي اتش عند 7، البي اتش اكبر من 7. دي زي الامونيوم كلورايد NH4Cl، دي زي الصوديوم كلورايد ال NaCl اللي هو ملح الطعام العادي بتاعي، ودي زي الصوديوم كربونات اللي هو ال Na2CO3. كل واحد في دول البي اتش بتاعه بيختلف عن التاني. يبقى انا كده اتكلمت على الكولر، اتكلمت على السولابيليتي في الووتر، واتكلمت على البي اتش فاليو وفهمناهم. والاكزامبل يا شباب حفظ، الاكزامبل لازم نبقى عارفينها. تمام كده؟ خليك عارف ان نيوترال ملح الاكل اللي انا باكله عادي، الاسيدك الامونيوم كلورايد، والالكالاين الصوديوم كربونات. طيب المفروض اخر حاجه عندي يقول لي ان السالينيتي بتاعه البحر الميت، لو تسمعوا عنه، البحر الميت ده يعتبر من اكتر البحار ملوحه. قال لك ان السالينيتي بتاعته ملوحه البحر ده بتبقى اكبر من الريد سي، من البحر الاحمر حوالي 10 مرات. يعني احنا لما بنروح البحر مثلا الاحمر، شرم، غردقه، الحته دي كلها بحر احمر، راس سدر، لما بنبتدي نروح ويبتدي الميه تيجي على وشنا او في بقنا بالغلط بنحس الميه مالحه قوي. تخيل بقى ان في الريد سي الملوحه بتاعتها اكبر من البحر الاحمر حوالي 10 مرات. وقال لك عشان كده صعب ان اي انسان يغرق فيها، مفيش انسان هناك بيروح بيغرق. قال لك ليه؟ قال لك لان الدنسي بتاعتها بقت، الدنسي بتاعت الميه بدات تعلى. اهي فين؟ او قال لك it's possible to drown in the dead sea، صعب ان انت تغرق او تقع في الديد سي. ليه؟ قال لي عشان المفروض الهاي برسنتج بتاع السولت بتاعها زود الدنسي بتاعتها، فخلى الدنسي بتاعتها كبيره قوي فبتستحمل. تمام كده؟ يبقى انت خليك عارف ان الديد سي السالينيتي بتاعته اكبر من الريد سي 10 تايمز، وصعب قوي ان اي انسان يحصل له درون هناك. قلنا ليه؟ قلنا عشان السولت اللي فيها زود لي نسبه مين؟ الدنسيتي. اتمنى كده الدنيا تكون بسيطه. نعمل كده مع بعض سمري، ملخص الدرس زي ما بنعمله كل مره عشان نفهم الدنيا معانا رايحه فين. اول حاجه اتكلمنا على الانديكيتورز، واتكلمت على الانديكيتورز، عرفت الانديكيتورز عباره عن ايه، وان هي كيميكال سبستانس بتفرق لي ما بين الاسيدز والبيز والنيوترال سبستانس. عرفت ان الاسيد كان عندي السترايب، الانديكيتور سترايب كان بيحول لي الاسيد من البلو سترايب بيحولها لي للون الريد، وفي الالكالاين الريد سترايب بيحولها لي للون البلو، وفي النيوترال ما بتتغيرش بتفضل زي ما هي. وخدت بعد كده اليونيفرسال انديكيتور، وعرفت ان ده انديكيتور بيعرفني بيفرق لي ما بين الاسيدز والالكالاين والنيوترال في الديفرنت بتاعتهم، سواء بقى سترونج اسيد او ويك اسيد، بيعرفني كل واحد فيهم عباره عن ايه. واتفقنا في الاخر عن طريق عباره عن تشارت كده بيديهاني، باول ما ببتدي يديني اللون بشوفها على التشارت دي وبعرف البي اتش بتاعتي عباره عن ايه. واتكلمنا على البي اتش فاليو اللي هي البوتنشال اوف هيدروجين، وعرفت ان ده عباره عن سكيل معمول من رينج 0 to 14، ومن 0 to 7 ده كده اسيد، ومن 7 to 14 ده كده بيز، و7 بالظبط ده كده نيوترال. وعرفت ان الاسيديتي بتزيد كل ما بمشي من ال7 ابروتش تو ذا 0، بقرب من الزيرو، والالكالينتي بتزيد كل ما بمشي من 7 ابروتش تو ذا 14. وعرفت وعرفت ان الاجهزه اللي بتقيس بيها البي اتش كان عندي البي اتش ميتر ديفايس، وده قلت لك ده كان بيديك دايركت واكيوريت ميجر، وكان بيطلع لك الرقم على الجهاز. اما بالنسبه لليونيفرسال انديكيتور قلت كان بيبقى معاه تشارت كده بيعرفني اللون بتاعي ده رقمه كام بالظبط، وكان في رسمه كبيره كده مهمه قوي قوي. قلنا اكتر حاجه كان عندها اسيديتي كانت الباتري لانها كانت قريبه من الزيرو، واتفقنا ان كل ما بنبعد بقى عن الزيرو كده الاسيديتي بتقل، وكل ما بنبعد عن 7 وبنقرب من ال 14 كده الالكالينيتي كانت بتزيد. واتكلمنا بعد كده على الصوت، وعرفت ان الصوت لازم عشان اكتبه لازم بيبتدي بكاتيون وبينتهي بانيون، وبيتكون نتيجه لو بوزيتيف ايون عندي يبقى بيتفاعل مع نيجاتيف ايون ما عدا مع نيجاتيف ايون او نيجاتيف اتوميك جروب ما عدا الهيدروكسيد، او لو بوزيتيف اتوميك جروب بيتفاعل مع نيجاتيف ايون ما عدا الاكسجين او نيجاتيف اتوميك جروب.
وعرفت ان طالما الكركم عندي اتكرر لازم بكتبه ما بين براكت، وعرفت ازاي بكتب اسم الصوت، لازم الكاتيون الاول وبعدين الانيون، وعرفت الصفات او الخصائص بتاعه الصوت ان هم كلهم سوليد وان هم كلهم السولوشن بتاعهم بيوصل كهرباء، جود كوندكت الكتريستي زي الالكالي والاسيد لما بيدوب في الميه. واتفقت ان الاسيد لوحده السوليد سولت لوحده ما بيوصلش كهرباء، والديستلد ووتر اللي هي الميه المقطره دي ما بتوصلش كهرباء برده. قلت الميه بتاعتنا عادي عشان بيبقى مليانه املاح دايبه فيها. اتكلمنا بعد كده على الديفرنس في السولت، وعرفت ان هي بتختلف في الكالر في البي اتش فاليو والسولابيليتي اوف ووتر، وعرفت الاكزامبل بتاعتهم، ولازم الاكزامبل بتاعتهم ابقى حافظاهم صم يا شباب. انا اسفه ان انا بقول لكم نحفظهم، بس هم فعلا لازم هيتحفظوا، يعني هم ما عندهمش اوبشن تاني. تمام كده كده احنا خلصنا الدرس الثالث بتاعي وفنشناه على الاخر. اتمنى الدنيا معانا تكون بسيطه فيه وفهمناه كويس قوي. انا عارفه ان هو ممكن يكون بيلخبط سنه، بس يعني لما نذاكره كويس قوي ونحل الهوم ورك ونحل الكويز اللي عليه، وبعدين هنراجع يونت 1 كله عشان عندنا طبعا امتحان على يونت 1 كامل زي ما احنا متعودين. هتلاقيه على المنصه يا شباب، هتدخل تلاقي الامتحان بتاعك جاهز، هتبتدي تحل الاسئله وهتلاقي التصحيح جاي لك بعديها على طول. اتمنى لكم دنيا جميله. احنا كده خلصنا يونت 1 الحمد لله على طول. يعني انا عارفه ان احنا تعبانين وصيام وكده، بس حقكم عليا والله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وادعوا ربنا بالتوفيق والنجاح كده، وصدقوني ربنا هيسمعكم والدنيا هتبقى جميله قوي. ما تنسوش تدعوا لي معاكم. اشوفكم على خير، وان شاء الله هنتقابل مع بعض في يونت 2 ويونت 3 ويونت 4 لحد ما نخلص المنهج ونبدا مراجعات. عايزه اقول لكم ما تخافوش، وبجد الدنيا هتبقى جميله وكله هيبقى حلو. ركزوا وذاكروا كويس قوي، وانا معاكم. لو في اي سؤال ابعتوهولي، وهتلاقوا كل الحاجات تقدروا توصلوا بيها على اللينك في المنصه. تمام كده، اشوفكم على خير، سلام.